يا الله يا الله يا كريم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هيك نظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم منطقتي. قبل ما نبدأ بالفيديو خلينا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وانزل تحت على الكومنتات اكتب لي قصة حياتك كلها، وانشر هذا الفيديو بكل حتة من الكوكب، وابعتوا لأستاذك الرياضيات أستاذك الكيمياء، وخلينا نبلش. فيديو اليوم راح يكون عن قرار منع اللبنانيين عن دخول سوريا. نعم يا صديقي المشاهد، المعامل بالمثل. خلص اوكي حاج يا خام. خلينا نبلش بالفيديو هذا. اوكي نسيت اشغل فارة. شوفوا بتعملوا هيك، لا هيك على اليمين، ايه طلعوا كل حركات. انا بهي الفترة هي اللي راحت فيها انا تطورت كثير، حتى راح تلاحظوه كثير فيني، حتى بمعدات اللي جبتها. شوفوا اشتريت مايك. لك يا اخي معقول وصلنا لهالنضج هذا ان نشتري شغله ما نحلب امه؟ طلعوا من كثر الفرح نسيت اشغل حتى الضوء. دقيقة بشغله برجع لكم تكي. اوكي خلينا نبدا باول فيديو. حضرتك من وين؟ نحن من عرب الموالي من هون. ايه ومنعين علينا الطريق نطلع على سوريا. طب نحن ليش ينقطع علينا الطريق؟ شو ما ندري السبب يعني؟ شو قالوا لك؟ طب بس جيت على امن العام؟ اجينا الامن العام قال بدك تروح تتجوز سوريا، يا بتجيب حجي مو هيك الله يسعدك. قلنا للشر يعني ان الفخر انكم تاخذون عنا نحن ناخذ عنكم، بس حجي نحن كمان بنات ما هن شوالات بصل. بقولوا في عندنا مثل بقول الملافظ السعود، اتوقع يمكن لازم يكون وصلان كل هذا المثل، مو صح؟ سوريا، يا بتجيب اوراق سوريا، يا بتكون عندك عائله سوريه. هن شو طلبوا منك لتروح على الشام؟ والله ما إقامة أنا لبناني ومقيم بالشام، عندي إقامة. شوفوا ما احلى ايش طلبوا منك؟ اقامه. انا مقيم بالشام وعندي اقامه. نظام يعني امور نظاميه الزلمه، يعني ليش انتم زعلانين هالقرار؟ طيب انا هلا بدي اخي وحبيت اطلع على لبنان، انا مثلا هلا بالوضع هي بتخلوني افوت عنكم هيك بس بالهويه؟ ما بتخلوني. طيب ليش انتم زعلانين؟ انا هلا ما فهمت، يعني انتم زعلانين من المعامله بالمثل ولا ما؟ صراحه انا ما فهمت. بروح بس ما مشي الحال. ليه؟ لانه ما عم بيختموا هون بالامن العام. شو السبب؟ السبب ما في اسباب واضحه، يعني بيقولوا انه مش من عندنا من الجانب السوري. بعتقد انه في معامله بالمثل. نعم ومعامله بالمثل. ليش زعلانين؟ يعني كمان في بيتوجب على الدوله اللبنانيه تقوم بواجبها اليوم وتروح تشوف شو لازم تعمل لحتى تظبط هذه العلاقات، لانه بس مش قايمه بواجبها الدوله اللبنانيه اذا بتشوف الوصول فاضي. لما اليوم اي شخص سوري بده يفوت على لبنان بده ينطلب منه حجز فندق واقامه، ما في اجي يقول له انا للجانب السوري لا ما تعاملني بهذه الطريقه. كل الحب والاحترام والتقدير. الله يسعدك يا حجي. شو انه ينطق بالحق. يعني الزلمه يا اخي حكى لك الزلمه انا ما فيني اجي اقنع الحكومه السوريه الجديده، اقول لهم والله انا بدي افوت، وانا دولتي نفسها مو سامحه انهم يفوتوا. طيب ما الزلمه هو عم بيحكي يا اخي، حتى الزلمه يعني حتى طريقه شرحه راقيه راقي. لك انت بدي اعطيك واحد كفو واثنين يسعد دينك يا زلمه. بغض النظر عن الاشياء اللي عم تصير على الحدود، هلا طبعا الحكومه السوريه ما راح تقول انه انتم عم تهربوا ممنوعات وكذا، فراح تتحجج عن الشعوب وكذا، فانتم لازم تكونوا وصلانكم هي الشغله. زوجتي سوريه او امي سوريه. بس عرفت انه ليش هلا فرضوا هول الشروط لتطلع على الشام؟ التعامل بالمثل هيك عم بيحكوا، لان اللبناني هيك بيطلب من السوري، بقى عم يطلب السوري مثل نفس الطريقه. بس هو اللبناني هيك بيطلب من السوري؟ لولو اللبناني بيطلب هيك من السوري؟ يا اخي ليش المذيعه هيك متقمصه دور فلاب جاك كثير يعني؟ والله متقمصه دور فلاب جاك، مسوي حالها اجنبيه يعني، مو على اساس انه هي مو بلبنان وما بتعرف. يا حرام يا حرام، ما بتعرف شيء بلبنان يعني. طبعا من زمان، لهم شيء 4-5 سنين هيك. رأي المواطنين السوريين يلي بعد رايي من رايهم صراحه، انا للمواطنين السوريين ما بعرف شو رايهم، بسمعهم انا. ليه؟ انه لا يعني بالنهايه نحن انه مثلنا مثلهم يعني، وبالعكس بحق لنا. لا ما هن بيقولوا انه هيدي معامله بالمثل، السوريين ممنوع يفوتوا على لبنان الا بشروط، ونحن بدنا نعمل شروط. هي من هيدا المنطلق عم يحكوا. ما اعرف مزبوط، بس انه هن كمان سكنوا عنا يعني. نحن انه مثلا بدنا نروح لعندهم زياره، معقوله كمان يطلبوا منا اقامه؟ انه ما منطق يعني. صراحة نحن ما سكننا عندكم ببلاش، يعني لا تؤاخذيني بهالكلمة. كمان نحن حجزنا حجز فندقي وتعرض لنا لإهانات وذل، ومخيمات تحرقت وتهجرت، وكنا نذكر أيام أولي قبل سقوط الخنزير الضرى هذا الله يلعن روحه. يمكن أنا لولا أنيس يمكن أنا أكون هلا دكتور، ما تشوفوني هلا والله، يمكن مو يمكن هلا بالطبع يعني. أنا زي مجتهد كنت بالمدرسة التركية، فجيت لهون ما كنت فاشل هون كثير بالعربي.
يعني بشيء بديهي. يعني انا ما درست بتركيا تيجي تدرسوني هون عربي ما بعرف. عموما شو انه هيستيري، انا لما انيسه كنت دكتور، فعلا كنت دكتور، انا بطلع لي تعويض من انيسه، لازم حكومه جديده بدها تحاسبني، لازم يحطوا لي معهد، وهي قطعت الكهرباء. عين بالعين يعني او هيك شيء يعني ما بعرف. ليه العين بالعين كرمال هلا اللي صار مؤخرا؟ لا يعني من الاساس كان انه نفس ما كانوا يعاملونا نحن كمان نعاملهم، ما في شيء يعني. ولكن المصادر الأمنية الله يسعدك يا حجي، كل حب والاحترام. انت انك تروح على سوريا؟ قبل ايه كان بس هلا لا. ليه هلا لا؟ ما بدك اياها مثل ما كانت على وقت بشار يعني؟ انت مؤيده لبشار؟ حكيت عن زعباب المسلخ. ايه كانوا بحس انه كانوا حاصلين على حقوقهم. اين حقوق؟ وين؟ لكن مواطن ما عم يعرف يجيب خبز، لك حتى الشبيحه من شويه لحتى طلع لهم صوت. ما شفتي المشاهد بالسجون، سجون صيدنايا؟ مش كلها مزبوطة بس انا رحت لهونيك كله مزبوط لا صراحه. وحتى عنا هيك، ليش عنا ما في وين ما كان. هيدا الشيء ببرر الجريمه اذا نحن عنا موجود؟ لا بس انه ليش بدنا حدا نجرمه وحدا لا. مثلا هلا لا الكل لازم يتجرم، هلا الكل لازم يتجرم. لا الموجود مقلهينه بس هو لازم الكل لازم يتجرم. بشار مجرم؟ اخي ما بعرف، بشوف هدول الناس بقول لك بشار لا مو مجرم يا اخي، مو هو مزبوط، ما هو مجرم هو يا اخي، مو مجرم، هو خنزير ضرب مو مجرم. ايش له على ابو الاجرام؟ خنزير. ما بعرف ايش بدي احكي معها هي صراحه، ما حد صنبور مياه بدي اوصفها فيها ما بنوصف، حرام اني يا عم اوصف صنبور مياه مرتب على القليله، بقدم لي خدمه صنبور مياه، بتفتحه وبنزل لي مي بغسل كذا بتوضى، هي ما بتقدم لي اي خدمه يعني. ما صراحه ما لقيت اي شيء اوصف فيه قيمه القمامه هي، فراح اعمل سكيب للفيديو ما راح اعلق عليه. واخيرا وليس اخرا راح اورجيكم فيديو، وصراحه هي بنت كثير محروق دمها. إقامات شو؟ سوري ايه، لأنه ليجي عنده هون كان لازم يكون معه إقامة، وإذا ما معه إقامة كان بيكون داخل تهريب أو بطرق غير مشروعة أو عن طريق كفيل. دخلنا كل بلاد العالم تهريب، بقى صفت على لبنان أبو على تفكيركم وين؟ 2 طول عمرنا نروح بس بالهوية، لا فيزا ولا شيء، حتى باسبور ما كنا نطلع كرامة ما ينختم عليه ختم السوري لأنه ما بنحب. تمام؟ ايش بك هيك مثل الصيف الأعمى، في أسعد ضيعتنا هيك بيعمل. وبعدين بدنا كفيل. مين بياخد كفيل؟ أنا. الناطور السوري اللي عنده، ولا باخد كفيل الكندرجي، ولا باخد كفيل المزارع يلي عم يطلعوا وعم يحكوا؟ مين باخد؟ بيكفني الناطور رمحي؟ مزارع، اندرجي، ناطور، ديليفري، مطعم، جلسون، يا اخي اي شيء يعني. اشتغل كل هدول ولا اني اشتغل شرموط. في عنا مثل بقولوا اشتغل بالخرا تبع تعتاز الخرا، هيك بقول متى عنا. انتو هون عنا بكفلة لانه انتو غير شرعيين. مازال اجا عمو الشرع بده يشرع يجي يسحبكن اشي لفه. ما شفنا القوافل يلي هلا مرقمينكن اياها لحتى يسحبوكن، مثل السيارات اللي بتنقل خضره من البقاع لبيروت، وهي القوافل اللي بدها تسحبكن من الخيام. قبل ما يوقف هيدا الحكي ويطلع وينحكى بدكن كفيل وحجز اوتيل $2000 عشو؟ على طالة البهية منظري خلاب. شو نازلة أنا وين؟ بفرنسا؟ فاكرين حالكم حتصيروا أوروبا؟ نحن ما نفكر حالنا أوروبا يعني، بس يعني سوريا فيها خيرات كتير يعني، ليش ما تصير أوروبا؟ أصلا مين أوروبا؟ لك إيه على هالحكومة، سبحان من عزنا وزلكن، سبحان من عزنا وأزلن. تخيلوا أنا لا بحسن أكفى الناس أدخلهم على سوريا، تخيلوا. إيه على النعيم تكاثرت علينا النعم فاللهم لك الحمد. هلا ما بعرف صراحة يعني $2000 شيء بديهي. طيب جيبي كفيل، ليش $2000؟ خذي هذا الربح. إلى هنا تنتهي رحلتنا هذا اليوم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، نال عجبكم، واكتبوا لي تحت بالكومنتات فيديو جاي عن ايش بدكم اني احكي. واذا انت وصلت لهون فانت ما وصلت لهون، انت وصلت لقلبي. شكرا عزيزي المشاهد، والى اللقاء، سلام.